بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بكل المشاهدين. حصل تطورات جديدة في موضوع الزمالك. هنتكلم عن كواليس الرحيل المفاجئ لهيرليتش، المدرب الألماني اللي لسه كنا بنتكلم النهارده انه خلاص جه نادي الزمالك، ولكن هقول لكم التفاصيل والكواليس اللي ادت الى رحيله سريعا قبل ما يشتغل في نادي الزمالك. وهنتكلم شوية على مباراة الأهلي والمحلة وفوز الأهلي على المحله 3-0. هنبدا طبعا بموضوع هيرليتش المدرب الالماني للزمالك. النهارده بعد الفطار الساعه 9 كده كان في جلسه ما بين المسؤولين في نادي الزمالك وهيرليتش المدرب الالماني اللي جه امبارح من المانيا الى القاهره، وكان جايب معاه يعني الشنط بتاعته كلها. الراجل جاي عشان يقعد ويشتغل، ولكن طبعا زي ما قلنا الراجل اتصدم بشروط نادي الزمالك. اتصدم ان هو عايز العقد يبقى سنه ونص، سنه واربع شهور، ولو مشي في اي وقت في الفتره دي اللي هي السنه والاربع شهور ياخد مستحقاته كلها لغايه نهايه المده، لغايه نهايه عقده. الزمالك اصر ان هو لا، لو الزمالك مشاه بعد الاربع شهور يمشي بدون شرط جزائي، ويمشي يعني من غير ما الزمالك يتحمل اي فلوس. الراجل رفض طبعا تماما القصه دي، وقال لهم لا، لو انا هشتغل هقعد الفتره المتبقيه من الموسم الحالي والموسم القادم ايضا. قال لك انا مش هلحق اقعد 4 شهور، فهقعد الاربع شهور دول والموسم اللي جاي كمان، يعني العقد يكون سنه واربع شهور. وكمان لو الزمالك عايز يمشيني في اي وقت من المده يدفع كامل عقده، قيمه العقد بالكامل. فطبعا الزمالك رفض القصه. كمان الزمالك كان عايز يقبض الراجل بالجنيه المصري، يعني هيقبض 70,000 دولار بما يعادله بالمصري. مش ان دلوقتي احنا طبعا انتوا عارفين في ازمه دولار في مصر، فالزمالك مش عايز يدفع بالدولار، فعايز يدفع بالجنيه المصري. الراجل رفض تماما برضو القصه دي، قال لك لا انا هقبض بالدولار او باليورو. والزمالك يعني رفض تماما الموضوع ده، وقال الزمالك قال ان دي شروطي. انت لو الراجل الالماني يعني لو مش قابلها خلاص الزمالك هيصرف النظر في التعاقد مع المدرب. وده اللي حصل. المدرب رفض الشروط الزمالك ان هو عايز يشتغل الموسم ونص المتبقي بالكامل، ولو الزمالك عايز يمشيه في اي وقت يدفع الزمالك بقيه العقد، قيمه العقد بالكامل السنه والاربع شهور. وده اللي رفضه نادي الزمالك زي ما قلت لكم من شويه. وكمان الراجل رفض ان هو يقبض قيمه عقده بالجنيه المصري، وقال لك لا انا هقبض بالدولار او اليورو. وبالتالي حصل سوء اختلاف او سوء يعني الدنيا اختلاف في وجهات النظر ما بين المدرب واداره الزمالك، وخد اداره الزمالك قرار صرف النظر عن التعاقد مع المدرب الالماني هيرليتش، ورحل عن نادي الزمالك من قبل ما يشتغل. دي كواليس الاجتماع النهارده اللي تم ما بين هيرليتش وما بين اداره نادي الزمالك. وبالتالي الزمالك عين جهاز مصري هيقود فريق نادي الزمالك في المباراه القادمه امام البنك الاهلي لحين التعاقد مع مدرب اجنبي. عين الكابتن مدحت عبد الهادي هو اللي هيقود الفريق الفتره القادمه كمدير فني مؤقت زي ما قلت لكم، لغايه ما الزمالك يتعاقد مع مدير فني اجنبي اخر. ومعاه كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن احمد مجدي كمدرب، كابتن عبد الواحد السيد مدير كوره، كابتن احمد مجدي مدرب مساعد، وايضا كابتن محمد عبد المنصف كمدرب لحراس المرمى. ده التشكيل الجهاز الفني لنادي الزمالك. كابتن مدحت عبد الهادي مدير فني، كابتن احمد مجدي، كابتن عبد الواحد السيد، كابتن محمد عبد المنصف كمدرب لحراس المرمى. ده الجهاز اللي هيقود نادي الزمالك خلال الفتره القليله القادمه لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي اخر يتناسب مع شروط نادي الزمالك او امكانيات نادي الزمالك الماليه في الفتره القادمه. وانا يعني بيني وبينكم احسن ان المدرب ده ما جاش، انه السي في بتاعه ما كانش قوي، اللي هو هيرليتش، وما نجحش مع اي فريق هو مسكه قبل كده في المانيا، وبقاله حوالي سنتين ما بيشتغلش بعد ما تجربته في اوكسبورج في الدوري الالماني. كان عقده او الاداره في اوكسبورج اقالت هيرليتش في ابريل 2021، واحنا هو ابريل 2023، يعني بقاله سنتين ما بيشتغلش وما عملش انجازات، واي نادي بيمسكه ما بيقعدش فيه كتير. وبالتالي انا شايف ان هو احسن من الافضل ان هيرليتش ده ما مسكش نادي الزمالك في الفتره الحاليه. يبقى ده يعني ده الكواليس اللي حصلت في نادي الزمالك خلال الساعتين ثلاثه اللي فاتوا. بالنسبه للاهلي النهارده، الاهلي فاز فوز سهل جدا على غزل المحله، والاهلي فايق. يعني الاهلي فايق بعد الفوز على الهلال السوداني والصعود الى
دور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي فايق وفي نشوه وفي لعيبته بتلعب بثقه عاليه جدا. فالنهارده المباراه كانت سهله جدا للاهلي. والنهارده يمكن كولر كمان ما عملش التغييرات الكتير اللي احنا كنا متوقعينها، بالعكس النهارده هو بس ريح محمد الشناوي ولعب بعلي لطفي، لعب بخالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ربيعه ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع، الثلاثه اللي في نص الملعب السوليه ومروان عطيه وحمدي فتحي، والثلاثي الامامي كهربا وعبد القادر والشحات. يعني يعتبر تشكيل اساسي للنادي الاهلي. هو بس ريح محمد هاني ولعب خالد عبد الفتاح وريح وريح محمد الشناوي ولعب على المباراه. سيطره كامله للنادي الاهلي. الهدف طبعا الاول كلنا شفناه، اخطاها مدافع مصطفى العش واحرزها في مرمى فاول للنادي الاهلي. شفنا الهدف، الاهلي مستحوذ تماما على الجيم. كان في مبالغه من نادي المحله ومدير الفني عبد الباقي جمال في الدفاع. الشوط الاول المحله بيلعب 5-4-1، بيلعب 5 في خط الدفاع، 4-1، ما كانش فيها هجمات خالص لغزل المحله. الشوط الثاني الاهلي قدر يحرز الهدف الثاني، علي معلول من ضربه جزاء، وضربه جزاء صحيحه لمسه يد داخل منطقه جزاء المحله. شويه الشوط الثاني المحله هاجم هجمتين كده خطر عن طريق كريم مصطفى ومصطفى العش. فرصتين كانوا خطرين، واحده في العارضه والتسديده بتاعت مصطفى العش، وكره ثانيه لكريم مصطفى. هم دول الهجمتين الوحيدتين لنادي غزل المحله في المباراه. الاهلي كان متحكم في رتم الجيم، وزي ما قلت لكم عنده ثقه زياده بعد الفوز على الهلال والصعود لدور الثمانيه. عمل تغييرات في الشوط الثاني مستر كولر، ونزل بيرسي تاو ونزل محمد شريف، اشتغل بشكل كويس جدا بيرسي تاو. يمكن الحاجه السلبيه في النادي الاهلي ان في ضياع للفرص الكتير. الاهلي وصل النهارده من كل حته في الملعب. كان في تسديد من خارج منطقه الجزاء، شفنا مروان عطيه سدد كورتين حلوين جدا، شفنا حسين الشحات ضيع فرصتين، كهربا بيتحرك كويس قوي كهربا في منطقه الجزاء، احمد عبد القادر، شريف لما نزل جاب الجول الثالث، بيرسي تاو اشتغل بشكل كويس جدا وضيعوا فرصتين. يعني السلبيه الوحيده للنادي الاهلي، رغم ان الاهلي كسب 3 لكن مضيع 5-6 اهداف محققين النهارده. دي السلبيه اللي لازم يشتغل عليها كولر. وشكل كده النادي الاهلي اتعود على الفوز بالثلاثات. طبعا شفنا القرعه النهارده، قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، والاهلي هيواجه الرجاء المغربي طبعا زي ما كلنا شفنا النهارده. وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي في دور الثمانيه. هارد لك للمحله، بس المحله ما اداش كيم. نقدر نقول المحله النهارده كان طموحه قليل جدا في المباراه، كان في مبالغه في النواحي الدفاعيه. كمان الاهلي عنده حاجه ايجابيه بشكل كبير جدا، زي ما قلت لكم الاهلي دلوقتي بقى في تجانس كويس قوي في الثلث الهجومي، في شغل تسديد من خارج منطقه الجزاء، في تنوع في هجوم النادي الاهلي، في شغل من على الاطراف وكور عرضيه، في اختراقات من العمق، في حاجات. يعني الاهلي بيوصل لمرمى المحله من كل الاتجاهات. لكن السلبيه النهارده انه في يعني فرص كتير ضاعت من النادي الاهلي، ودي سمه النادي الاهلي. يعني حتى في ماتش الهلال السوداني الاهلي ضيع فرص كتير جدا. فهي الحته دي بس اللي تنقص النادي الاهلي، ان الاهلي كان ممكن يكسب فوز كبير. اعتقد ان النهارده فوز الاهلي على المحله ريح النادي الاهلي بشكل كبير جدا في الدوري. وهيبدا الاهلي يفكر في مباراه نهائي الكاس مع بيراميدز ان شاء الله الاسبوع القادم. هيكون نهائي قوي جدا على نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وبيراميدز. النهارده كمان مروان عطيه من مباراه لاخرى بصراحه بيثبت انه صفقه مميزه جدا. النهارده كان من احسن اللعيبه في الملعب في النواحي الدفاعيه، في الجري، في قطع الكوره، حتى في الزياده الهجوميه والسروهات او التمريرات اللي بيعملها في الاماميه. بيعمل تمريرات لقدام بشكل مميز جدا. ودي الحته اللي احنا دايما بنقول ان اللعيب نص الملعب لازم يبقى عنده تمريرات ايجابيه لقدام، ما يبقاش بيلعب بالعرض. مروان عطيه بيشتغل بالشكل ده، بيزيد ورا المهاجمين وبيسدد، بيعمل تمريرات واسيست بشكل كويس جدا. فبصراحه مروان عطيه عاجبني جدا، مستواه بيزيد جدا مع النادي الاهلي. وانا قلت الكلام ده الفتره اللي فاتت ان مروان عطيه هيكون من احسن اللعيبه الهاف ديفندرز او لعيبه نص الملعب في مصر خلال الفتره القادمه. اعتقد ان مروان خلاص حجز مكان مع مستر كولر في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. هارد لك للمحله، ولكن زي ما قلت لكم المحله ما عملش حاجه يستحق عليها ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع الاهلي. والاهلي كان متحكم في الجيم النهارده وقدر يكسب 3 وضيع كمان فرص كتير جدا جدا. بشكركم ونتقابل على خير. والفتره الجايه هنبقى مع بعض ان شاء الله عشان نشوف الزمالك هيتعاقد مع مدرب اجنبي مين بعد رحيل هيرليتش اللي رحل بدون ما يشتغل في نادي الزمالك.